تسمح لي يا ابو قريش اساله انا؟ يلا سألني. تفضل. هل تجوز المتعه بالعرضه الواحده؟ تقبلها على بنتك تتزوج وهي طفله؟ أنا ما عندي إشكال، بس عندي شرط صغير، امم أن نكون أقارب عن طريق أخذ 5 رضعات مشبعات من زوجتك على رأي أمك عائشة. يا سلام. وبنتك يرضعها كل واحد العب يا خالي، يلا استلم. السلام عليكم. شفتم فاتحين جبهة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ضيف. العفو، ما هو السؤال؟ لا شيخ ترى هذا معروف اسلوبه مع. طيب، يوجد حديث عندكم في كتبكم عن أبي عبد الله عليه السلام: إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. هل هذا الكلام جائز في العاشر من المحرم؟ نعم أو لا؟ نعم يجوز. أنا راح أسويها. شنو إشكالك؟ ما شنو إشكالك على المتعة؟ ماكو فيها أي إشكال. تسمح لي يا ابو قريش اساله انا؟ يلا سألني. تفضل. هل تجوز المتعه بالعرضه الواحده؟ بماذا؟ بالعرضه الواحده. شنو هي العرضة؟ ساعه واحده ومشي حالك؟ لا حبيبي، لازم تعتاد حيضتين. لا الفتره الزواج ساعه واحده ويرجعها لك البيت. شو الإشكال؟ هو منقطع، زواج منقطع. يعني يجوز؟ ها؟ نعم يجوز. تقبلها على بنتك تتزوج وهي طفلة؟ أنا ما عندي إشكال، بس عندي شرط صغير، أن نكون أقارب عن طريق أخذ 5 رضعات مشبعات من زوجتك على رأي أمك عائشة. يا سلام. وبنتك يرضعها كل واحد. العب يا خالي، يلا استلم.